السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هالة ودي قناتي اسمها هلول. لو أول مرة تشوفي القناة اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم طريقة كبدة كده، يعني بصي روعة. هتبطلي خالص تعملي اللي هي بالبصل والفلفل المتشوحة العادية اللي احنا عارفينها دي. انسي الكبدة الاسكندراني دي وجربي بقى دي شوية. الاسكندراني دي احنا يعني خلاص زهقنا منها، يعني نغير بقى فيها. والكبدة يعني زي ما احنا عارفين من الحاجات اللي يعني ما فيهاش تغييرات كتير، يعني احنا متعودين عليها قوي يعني بالبصل والفلفل. فغيري وجربي الطريقه دي والله هتعجبك قوي. اول حاجه يا ست بصي، واديكي طبعا شفتي يعني شكلها في الاول عامل ازاي، ده غير الطعم بقى والله العظيم حاجه تانية خالص. مش هنرغي بقى اكتر من كده مش هنخش في الفيديو. دي حته كبده كده معايا، انا مش عارفه بصراحه هي نص ولا اكتر، جوزي بصراحه اللي كان جايبها، فانا يعني مش عارفه وزنها قد ايه. المهم يعني انت هاتي الوزن اللي انت عايزاه عادي خالص. قسمتها على 4 ارباع. انا عايزاها تبقى يعني قد قطع اللحمه كده، يعني الحته مناب كده، فاهمه؟ طبعا مش هتبقى مناب كبير قوي يعني، بس هي عشان قليله يعني. ومعايا بقى طبعا معاها ويعني بيجي من عند الجزار حته كلاوي وحته قلب. ايوه حته كلاوي وحته قلب كده مع الكبده، يعني مش بيديها لك صافي. قطعتها على 4 ارباع ومعايا حته الكلاوي وحته القلب، بس طبعا بعيد عن الكبده. جيت بقى هنا دلوقتي حطيت حله على النار فيها شويه زيت، واللي انا بقطعه دلوقتي ده دهن. عارفين الدهن اللي هو الدهن بتاع العجل، دهون العجل. انا بجيبه بصراحه دايما كده بيبقى عندي، يعني بحطه على وش المحشي، بستخدمه في حاجات كتيره قوي، بيدي للاكل طعم حلو كده ودسم يعني. خدت منه حته. على فكره يعني هو لو مش عندك عادي ما تحطيهوش، يعني ما انا مش هنقف عليه، يعني هو مش اساسي قوي ولا حاجه، بس هو بيدي طعم حلو. قطعت منه كام حته كده، حطيتهم في الحله مع شويه الزيت اللي انا حطيتهم، وسبتهم لما ساحوا، يعني سبت الدهن لما ساح كده شويه. وبعد كده نزلت الاول القلب والكلاوي، حته القلب وحته الكلاوي، علشان طبعا زي ما احنا عارفين هما بياخدوا سوا اكتر شويه من الكبده، بنحطهم هما الاول. انا حطيتهم هما ووديتهم بقى تقليبتين كده شويه لحد ما تشوحوا، وخد يعني دخلوا كده في السوا شويه يعني، بس طبعا مش مستويين هما، بس يا دوب دخلوا في السوا. بعد ما تشوحوا رحت نازله بقى ايه بالكبده، وهديهم هما كمان تشويحه مع بعض. اهم حاجه في الخطوه دي ان النار تكون عاليه، يعني اعلى حاجه في البوتاجاز، لان النار لو واطيه الكبده هتنزل الميه بتاعتها وهتبقى زفره ووحشه خالص، وانسي بقى اي غذاء فيها. دي كبده بلدي، فيعني مش عايزين نضيعها، انتوا عارفين هي بكام دلوقتي، مش عايزين نضيع الغذاء اللي فيها. بس كده. فاول حاجه اول ما تنزل الكبده النار تبقى عاليه قوي طول مده التشويح دي. بعد ما خدت التشويحه حلوه كده بعد ما خدت التشويحه رحت مطلعاها. معلش يا جماعه انا هدي الصوت شويه عشان انا بتكلم بسرعه قوي، معلش. رحت مطلعاها وحطيتها في طبق على جنب، وفي نفس بقى الزيت اللي هو مكان ما شوحنا الكبده هنزل فيه بقى دول حوالي 3 فصوص توم كده، يعني حلوين كبار، مقطعاهم حتت صغيره، مش مفرومين في الكبه، يعني هما مش مفرومين زي مثلا طشه الملوخيه، لا متقطعين بس يا دوب حتت صغيره كده. حطيتهم هما كمان في الزيت وهديلهم التشويحه كده برضو، اشم بس ريحتهم وهنشوف بقى هنعمل ايه. بصوا بقى الطماطم دي او الصلصه دي انا كنت تقريبا عامله محشي او حاجه، يعني دايما بيبقى متبقي عندي صلصه كده، ببقى مثلا عامله بسله والصلصه جت زياده فشلتهم على جنب. عامله محشي فالصلصه برضو جت زياده فبشيلهم على جنب. يعني بصراحه لما الصلصه بتيجي معايا زياده في اي طبيخ بتنفعني قوي بعد كده وبتسهل عليا. فالمهم دي طماطم ببصل، طماطم متسبكه ببصل. لو طبعا مش عندك فهتروحي مقليه بقى بصلايه وتروحي حاطه الطماطم، يعني هتقلي عادي ماشي. قبل ما تحطي التوم هتروحي عامله بصلايه وتحطي عليها، وتحطي بعد كده بعد ما تتحمر شويه توم، وبعد كده تروحي نازله بالطماطم تتسبك وتكملي عادي. المهم انا حطيت الطماطم ونزلت عليها ب معلقه صغيره كده او معلقه ونص تقريبا فلفل اسود على كمون، فلفل اسود مطحونين مع بعض، فلفل اسود على كمون مطحونين مع بعض، انا بطحنهم كده مع بعض في الكبه. وغطيت الحله وسبتهم لما يعني ايه ياخدوا من روايح بعض كده شويه، يعني تتسبك حاجه بسيطه، هي متسبكه كل حاجه، بس يا دوب بس تغلي غلوتين كده مع البهارات. وبعد ما اتسبكت رحت بقى انا مزوداها كوبايه ميه عاديه كده من الحنفيه، عشان مش هينفع انزل فيها الكبده لان الكبده مش مستويه. مش هينفع انزل فيها الكبده وهي كده، يعني وهي الصلصه تقيله كده لانها الكبده كده مش هتستوي. فزودتها بس كده كوبايه ميه وسبتها اول ما غلت، ورحت بقى ايه خلاص نازله بالكبده والكلاوي والقلب اللي معايا دول. خلاص. اول ما تغلي دي لحمه عادي ما ملهاش علاقه بالفيديو. انا كنت عامله الكبده دي في الروتين اللي هو روتين كده، يعني انا عامله فيه محشي وحاجات كده يعني، والروتين ده هينزل لكم ان شاء الله يوم الخميس. فكان من ضمن الكبده دي، بس انا قلت اعملها لكم في فيديو لوحده علشان علشان يعني تبقى واضحه اكتر.
بس كده حطيت بقى الكبده في الصلصه وسبت، وطبعا زودت بقى، ظبطت الملح بتاعها وكل حاجه، ورحت سايباها بقى ايه لحد ما الكبده استوت خالص على نار هاديه كده، يعني مش هاديه قوي بس اقل من الوسط، مايله للهاديه يعني. وبس. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ روعه، اقسم بالله ريحتها بتبقى قلب الشقه كده، مفيش احلى منها. انا بالنسبه لي والله الكبده دي احلى مليون مره من اللي احنا بنعملها بالبصل والفلفل اللي هي الاسكندراني يعني. بالنسبه لي والله احلى مليون مره. بصي بقى الكبده دي انت ينفع تعملي جنبها مكرونه، مكرونه كده عاديه، وتحطي يعني وتحطي الصلصه دي على المكرونه كده، تعملي جنبها رز. انا كنت عامله جنبها محشي عادي. فبصي هي تنفع جنب حاجات كتيره قوي. اكتر حاجه بتليق معاها الرز، رز ابيض كده، تاخدوا بقى من الصلصه دي على الرز بتبقى روعه. لان الصلصه دي يا جماعه والله العظيم يمكن طعمها بيكون احلى من الكبده كمان، لان الكبده بتبقى كبده طبعا بلدي، فيعني حلوه قوي، ولا فيها طبعا اي ريحه زفره ولا اي حاجه، فبتبقى منزله بقى الطعم الحلو بتاعها كله في الصلصه دي. فالصلصه بقى ما بتتحط على الرز وتاخدي معلقه كده، يا لهوي روعه اقسم بالله. جربوها بقى والله العظيم هتعجبكم قوي، لان هي فعلا يعني والله فظيعه فظيعه. شايفين بقى انا كنت بزوقها عادي مع انها كانت سخنه قوي. جربيها بقى يعني، سيبك شويه من الاسكندراني او اللي هي بالفلفل دي، نغير شويه، دي والله هتعجبك اكتر. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، واستنوا روتين يوم الخميس يا جماعه والله هيعجبكم قوي. هنزل لكم ان شاء الله يوم الخميس الصبح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.